مساء الأكشن يا أبطال، إيه الأخبار؟ يلا بينا. بتبدأ القصة النهاردة 2 سياح في أستراليا أساميهم هاربر وكريج، والاتنين كانوا بيدوروا على مركب القبطان تاكر، وبيعرفوا إن الشخص ده بيعمل حدث اسمه تجربة تاكر، واللي بيخلي فيها السياح يدخلوا في أقفاص حديد وينزلوا البحر يتفرجوا على أسماك القرش. وبعد ما بيقابلوا القبطان بيوافق إنه ياخدهم معاه في الرحلة دي، لكن بيحذرهم وبيقول لهم إن الرحلة دي ممكن تكون خطر، بس السياح مش بيفرق معاهم وبيتحركوا بالمركب وبيمشوا في البحر. وفي وقت الرحلة القبطان بيحكي لهم إنه لما كان طفل كان بيعوم في مرة وتعرض للهجوم من سمكة قرش كبيرة، بس نجا منها بالعافية. بس طبعا هو لسه فاكر أحداث اليوم ده، خصوصا عضة القرش اللي لسه معلمة في جسمه. وبعد شوية تاكر بيقف بالمركب وبيرمي قطع اللحمة في البحر علشان يجذب القروش. وبعد ما هاربر بتغير هدومها بتتوتر وبتحس إنها مش جاهزة للتجربة دي، بس القبطان بيقول لها تهدى وبيقول لها إنه قدر يلاقي طريقة يساعد بيها السياح إنهم يهدوا. وبعدين بيقول لهم يغمضوا عينيهم ويغنوا أغنية بيبي شارك، ومع إن طريقته دي غريبة جدا ولكن بتساعد هاربر إنها تهدى فعلا. وبعدين بتنزل القفص مع كريج، وأول ما القفص بيتقفل الاتنين بيلاقوا مجموعة كبيرة من أسماك القرش من كل نوع. وفي الأول هاربر بتتخض، بس كريج بيمسك إيديها، وبعدين بتبدأ تشوف الأسماك بطريقة مختلفة وبتحس إنهم مخلوقات مبهرة بتعوم في البحر. وأول ما تاكر بيرفعهم لفوق هاربر وكريج بيخرجوا من القفص وهم مبسوطين، وبيشكروا كمان القبطان على التجربة الجامدة جدا دي. بس مرة واحدة تاكر بيقوم مطلع السكينة اللي معاه وبيقوم ضربه بيها في رقبة كريج وبيرميه في البحر للقروش. وبعدين بيبص لهاربر بنظرة شرانية وهي بتصرخ جامد من اللي شافته. وفي المشهد اللي بعد كده في الساحل بنتعرف على بنت اسمها زارا، واللي بتحب تركب على الأمواج بلوح تزلج في شواطئ أستراليا. وبعدين بتروح السوبر ماركت تشتري عصير، ولما بتخرج بتقابل واحد اسمه ميلو اللي بيقول لها إنه وكيل عقارات ومحتاج كابل بطارية للعربية علشان يشغل عربيته لأن العربية عطلت منه. ومع إنها بتتردد بس بتوافق في الآخر تساعده. ولما بيوصلوا المكان بتتفاجئ لما بتلاقي لوح تزلج في عربية ميلو، وبعدين الاتنين بيلاقوا إن في حاجات كتير بينهم مشتركة. وبعد ما ميلو بيشغل عربيته بيعزمها إنه ياخدها لفة في البلد، وزارا بتوافق والاتنين بيقعوا في حب بسرعة. وبالليل زارا وهي نايمة بنشوف إن ميلو قام وقرر يستغل الفرصة ويحضر لها الفطار، لكن لما بيرجع بيلاقيها ركبت عربيتها ومشيت لأنها مش بتدور على علاقة جدية الفترة دي. وبعد شوية بتركن عربيتها قدام الساحل وبتبدأ تستعد علشان تنزل المية، بس بتلاقي نفسها نسيت اللوح. وهي بتنظر حواليها بتلاقي عربية نص نقل مركونة وبتروح تفتش فيها. ومرة واحدة القبطان تاكر بيجي، وهي بتقول له إنها بس عايزة المفتاح علشان تجيب اللوح بتاعها، وهو بيسلفها المفتاح بتاعه وبيقول لها إنه هيجي ياخده منها بعدين. وزارا بعد ما بتشكره بتروح تجيب اللوح وبتظبطه. وقتها تاكر بياخد عربيته وبيمشي، وزارا وهي بتجهز بتلاقي رسالة من ميلو على الموبايل بتاعها وبيقول لها فيها إنه حضر الفطار وعايز يقابله علشان ينزلوا البحر سوا. وزارا بتبص على الرسالة قدامها وبتفكر توافق وتبعت المكان، بس في اللحظة دي تاكر بيجي من وراها وبيغطي وشها بكيس بلاستيك، والبنت بتعمل كل اللي تقدر عليه علشان تقاوم، ولكن في الآخر بتفقد وعيها وتاكر بيخطفها وبياخدها معاه في عربيته. وفي المشهد اللي بعد كده بيكون الفجر طلع، وبنشوف تاكر وهو شايل زارا ورايح بيها للمركب بتاعه وبينزل بيها على السلم، وبعدين بيحبسها في واحدة من القود. وفي الوقت ده ميلو بيروح يقابل زارا على الشط، ولكن بيلاقي عربيتها مركونة عند البحر ومفيش أي أثر ليها في أي مكان، وغير كده كمان هي سايبة موبايلها في العربية، وده معناه إن في حد خطفها لأن ده مش طبيعي. وبعد كده ميلو بيروح القسم يبلغ عن اختفائها، ولكن المشكلة إنه ما يعرفش حتى اسمها الثنائي، وعلشان كده الضابط مش بيقدر يعمل له أي حاجة. ولما بنروح لمركب تاكر بنشوف زارا وهي نايمة وبتفوق وبتلاقي نفسها في السرير وإيديها مربوطة، ولما بتبص حواليها بتلاقي هاربر كمان متكتفة في السرير اللي قدامها ومحبوسة زيها. وقتها زارا بتدور حواليها على حاجة تفك نفسها بيها، ولكن بتلاقي اسم إيفا مكتوب على الحيطة وما بتبقاش فاهمة إيه اللي بيحصل بالظبط ده، وبتفضل تدور على طريقة تفك نفسها بيها. فبتبص لهاربر وبتلاقيها تقدر تستخدم السلك اللي في هدومها علشان تفتح الكلبشات اللي متكتفة بيها. بس قبل ما تلحق تعمل كده تاكر بيجي وبيجيب ليهم معاه أكل ومية، ولأن هاربر بقالها كتير في المكان ده بتاخد منه المية والأكل. وقتها بياخد باله إنها بتحاول تداري على حاجة، ولما بيسألها
شوية هاربر بتتكلم معاه علشان تشتت انتباهه وبتقول له إنها عايزة تاكل حاجة، والقبطان بيتفاجئ لما بيلاقيها مش خايفة من حاجة وبتتعامل بكل جرأة عادي جدا. وبعد ما بيديلها الأكل والمية بيقول لها إن بالليل الاتنين هيكونوا جزء كبير جدا من العرض. وبعد ما بيخرج من الأوضة زارا بتطلع السلك تاني وبتحاول تفك بيه الكلبشات، بس بعد شوية الاتنين بيبدأوا يحسوا بدوخة، ومرة واحدة هاربر بتفقد وعيها وزارا بتحاول تقاوم بس السلك بيقع في الآخر من إيديها. وبعد شوية تاكر بيرجع وبياخد باله من اللي زارا كانت بتحاول تعمله، وعلشان كده بياخدهم وبينقلهم لمكان تاني. وفي المشهد اللي بعد كده البنتين بيصحوا وبيلاقوا نفسهم مربوطين في كراسي وقاعدين عند طرف المركب، بس هاربر بتكون لسه مش عارفة تفوق. وبعدين زارا بتبص حواليها وبتلاقي تاكر حاطط الكاميرا قدامه علشان يصور فيديو، وبعدين بيروح لهاربر وهو معاه مقص وبيقص خصلة من شعرها وبيفوقها وهو بيقول لها إنها تبقى نجمة العرض الرئيسية. بس قبل ما يوضح أكتر بيقف يشرح للبنات عن أسماك القرش، وبيقول إن على عكس اللي الناس عارفينه والقروش مش حيوانات خطيرة، وإن مخرجين الأفلام بس هم اللي شوهوا سمعتها، وإن أسماك القرش كل اللي بتعمله بس هو إنها بتتصرف بناء على غريزتها، وإن بعد سنين من الصيد القروش هي اللي بقت تتعامل مع البني آدمين على إنهم مصدر للخطر. وعلشان يجذب الكائنات المفترسة دي تاكر بيرفع هاربر بالجهاز الرافع وبيسيبها متعلقة فوق المية شوية، وبعدين بيرمي طعم في البحر، وأول ما أسماك القرش بتبدأ تتجمع حواليها تاكر بينزلها في المية. وبعد ما بينزل نص جسمها في المية بيجيب الكاميرا بتاعته وبيصورها، وزارا بتفضل تتحايل عليه ما يعملش كده، بس للأسف الوقت بيكون اتأخر وهاربر بتتاكل. وكل ده القبطان بيصوره وبيقول إن الفيديو ده هيعمل قلبان جامد قوي في الدارك ويب. وكل ده زارا بتتفرج على اللي بيحصل وهي مرعوبة ومش عارفة تتصرف. وبعدها بيرجع زارا أوضتها وبيوعدها إنها تاني يوم تواجه نفس المصير ده، وزارا بتعيط على اللي حصل للبنت وعلى اللي هيحصل فيها هي كمان. وهي في الأوضة بتكتب اسم هاربر على الحيطة، بس بتاخد بالها إن في نقط على الحيطة دي بنفس لون الدهان، ولما بتمسح الحيطة بتلاقي أسامي بنات تانية كتير. وقتها زارا بتفهم إن القبطان ده رمى كل البنات والستات دول لأسماك القرش، وبيكون عندها حق فعلا، وده بنتأكد منه لما بنشوف مجموعة الشرايط اللي تاكر محتفظ بيها في أوضته. وهنا بنفهم إن ابن المجنونة ده بيحب يتفرج على فيديوهات البنات والستات وهم نازلين البحر للقروش. وبيعدي يوم كمان وبنشوف ميلو وهو رايح يتمشى على الشط علشان يشتت نفسه، بس برضه ما بيقدرش يبطل تفكير في زارا. وهو راجع العربية بيشوف لوح عايم على الشط وبيشك إن زارا كانت بتعوم هنا، بس اللي ما يعرفوش إنها لسه محبوسة في المركب. وفي وقت الفجر تاكر بيجيله يزورها تاني وهو جايب لها مية وأكل، والمرة دي بيأكد لها إنه مش حاطط أي حاجة تخليها تنام، بس زارا مش بيفرق معاها كلامه وبتشوط الصينية دي برجليها وبتوقعها. لكن تاكر بيمسك نفسه وبيرجع يتكلم تاني عن الوحوش وإنهم في المركز الأول في سلسلة النظام الغذائي، بس زارا ما بيكونش عندها خلق تسمعه، فبتقطعه وبتقول له إن القروش أحسن منه، وبتستفزه وبتتهمه إنه واحد مريض وبيحب يطلع مرضه على الناس البريئة وخصوصا الستات، وده اللي مخليه عبارة عن شخص جبان مش أكتر. وكلامها ده بيخلي تاكر يتضايق فعلا، بس هو بياخد نفسه وبيمشي وبيقول لها إنه سايب لها جردل ومناديل علشان لو حبت تفك زنقتها ولا حاجة بدل ما تلوث المية. بس أول ما القبطان بيخرج من الأوضة زارا بتاخد الجردل ده وبتشيل الإيد البلاستيك بتاعته وبتكسرها نصين وبتخليها معاها كسلاح تدافع بيه عن نفسها لما القبطان يقرب منها المرة الجاية. وفي الوقت ده تاكر بيرجع أوضته وبيجهز حبوب المنوم علشان يديها لها ويعرف يرميها للقروش، وبعدين بيدخل الأوضة بيلاقيها نايمة فبيستغل الفرصة علشان يحقنها بمحلول المنوم اللي عمله. لكن زارا بتصحى في اللحظة دي، وأول ما بتلاقيه بيقرب عليها بتضربه بإيد الجردل في كتفه وهو بيقع على ظهره وبيخبط راسه في السرير. وبسبب اللي حصل ده تاكر بيفقد وعيه، والبنت بتستغل الفرصة بسرعة وبتاخد المفاتيح من جيبه وهو مش حاسس وبتفك الكلبشات، وبعدين بتروح تشوف إذا كان في حاجة تانية في هدومه. لكن القبطان بيصحى وبيمسكها من إيديها، وزارا بتجري بسرعة وبتحاول تقفل عليه الأوضة وتحبسه في المكان اللي بيحتفظ فيه بالضحايا بتوعه، لكن مش بتقدر عليه وهو بيزق الباب جامد وبيلحقها قبل ما تقفله. وبعد كده البنت بتضطر تهرب، بس لما بتيجي تطلع على السلالم القبطان بيمسكها من رجليها وبيحقنها بالمحلول، فبتشوطه تاني وبتجري على أوضة التحكم اللي في المركب. وهناك زارا بتحاول تتصل بحد بالراديو بس محدش بيرد، وبعدين بتشوف يخت معدي في البحر قريب منهم فبتقعد تشاور وتنادي عليهم علشان حد يجي ينقذها، بس للأسف المحلول بيبدأ مفعوله في جسمها وزارا بتبدأ تضعف. لا وفوق كل ده كمان القبطان بيجيلها وبيهجم عليها وهي بتحاول تهرب منه، وهي بتبعد بتربط في الكاميرا بتاعته وبترميها في البحر وبتنط وراها، وبعدين بتحاول تعوم ناحية اليخت بس للأسف بتفقد وعيها بسبب تأثير المحلول عليها والقبطان بيجي يسحبها.
وتاني يوم ميلو بيكون لسه عنده أمل يقابل زارا، فبيروح البحر تاني بس مش بيلاقيها خالص. وبعدين بيقرر يبص على فيديو كاميرات المراقبة اللي في البلد على أمل إنه يلاقي أي حاجة تعرفه هي راحت فين. وبعدين وهو ماسك الموبايل بيشوف عربية زارا وهي ماشية في الشوارع، بس بعد شوية بيلاقي عربية نص نقل ماشية في الاتجاه التاني، وبيلاقي على العربية النص نقل دي لوجو عن مركب تاكر والتجربة اللي بيقدمها. ولما بيعمل بحث عن الشعار ده بيكتشف إن دي دعاية القبطان تاكر عاملها لنفسه، فبيشك إن الراجل ده ليه علاقة باختفاء زارا، وبيروح المكان لوحده علشان يدور على إجابات. وفي الوقت ده تاكر بيبقى مكتف إيدين ورجلين زارا وحاطط لزق على بقها، وبيرجع المينا بالسفينة علشان يشتري كاميرا جديدة، وده بيخلي المركب بتاعه يبقى لوحده في المينا بدون أي حراسة. وفي اللحظة دي ميلو بيستغل الفرصة وبيدخل المركب وبيدور على زارا، ومرة واحدة بيسمع صوت خبط وصريخ مكتوم وبيحس إنها زارا، فبيدخل المركب وبياخد معاه عصاية حديد وبيبدأ يفتش المكان. وأخيرا بيوصل للأوضة اللي فيها البنت واللي بتتفاجئ جدا لما بتشوفه، بس مش بيكون معاهم وقت يضيعوه لأنهم محتاجين يهربوا من المكان ده بأسرع وقت ممكن. فميلو بيرجع فوق علشان يجيب حاجة يفك بيها الكلبشات اللي متكتف بيها، لكن فجأة بيقابل تاكر في وشه واللي على طول بيزقه وبيتخانق معاه، وميلو ما بيخافش وبيواجهه لوحده، لكن القبطان أقوى منه بكتير فميلو ما بيقدرش عليه. تاكر بيثبته في الحيطة وبعدها يرميه على الأرض بعنف. وفي وسط المعاناة دي ميلو بيحاول يتصل بالبوليس، لكن تاكر بياخد الموبايل ويرميه بعيد، وبعدها يسحب ميلو بالخطاف اللي معاه ويضربه في وشه ضربة قوية، وكان خلاص هيديله الضربة القاضية، لكن في اللحظة دي ميلو يلمح الكيس اللي فيه الكاميرا واقع على الأرض فيمسكه بسرعة ويضرب بيه تاكر، وبعدها يحط الخطاف على رقبة القبطان ويبدأ يضغط عليه بقوة، وكان خلاص هيموته. لكن فجأة يظهر واحد اسمه ديف. ديف ده عايش في المينا هو كمان، ولما سمع صوت الزعيق والخناقة جري بسرعة على المركب علشان يطمن على صاحبه، لكن الحقيقة إن ديف ما يعرفش أي حاجة عن الجرائم اللي تاكر بيعملها. وفجأة ديف يسمع صوت صريخ زارا، لكن قبل ما يفهم اللي بيحصل تاكر يهجم عليه ويقتله بالخطاف. وفي اللحظة دي كلب ديف يبدأ يهوهو بصوت عالي بعد ما شاف صاحبه وهو بيتقتل قدامه، لكن لحسن الحظ تاكر بيخوف الكلب بس، والكلب يجري بعيد. بعد اللي حصل ده القبطان يروح عند البنت ويلاقيها لسه في مكانها، وأول ما تشوفه تسأله عملت إيه في صاحبي؟ تاكر ما يردش عليها، لكن يجيب صاحبها ويكتفه في السرير اللي جنبها، وبعدها يسيبه مربوط في السرير ويرجع لأوضة تحكم السفينة، وهناك يكتشف إن المركب محتاج بنزين، لكن رغم كده يقرر يطلع رحلة تانية، وبيختار مكان في نص البحر معروف باسم مدرسة الإعدام، والمكان ده اتسمى كده بسبب العدد الكبير من أسماك القرش اللي فيه. وهنا نفهم إن ده نفس المكان اللي تعرض فيه تاكر لهجوم من سمكة قرش زمان. وبعد شوية المركب يبدأ يتحرك ناحية المكان ده. في الوقت ده ميلو يفقه أخيرا ويلاقي نفسه محبوس في الأوضة مع زارا، ورغم إنه ما قدرش ينقذها لكن الاتنين يفرحوا إنهم قابلوا بعض تاني. زارا تشكره علشان فضل يدور عليها لحد ما وصل لها، لكن ميلو يسألها ليه مشيتي يومها من غير ما تقوليلي؟ زارا تقول إنها شايفة إنها مبسوطة وهي عايشة لوحدها، لكن ميلو ما يصدقش الكلام ده. وفجأة تاكر يقاطعهم ويدخل عليهم مرة تانية ويكون معاه حبال، ويقول إن المرة دي هيعمل حاجة مختلفة خالص. زارا تفهم قصده فورا وتطلب منه يسيبهم في حالهم، لكن تاكر يخليهم يفقدوا الوعي، وبعد شوية ياخدهم لفوق المركب. وبعد فترة زارا تصحى وتلاقي نفسها متكتفة في نفس الكرسي بتاع المرة اللي فاتت، وتشوف ميلو لابس الفيست ومربوط بالحبال. تاكر يشغل الرفعة ويبدأ ينزله في البحر زي ما عمل قبل كده مع هاربر، ويرمي الطعم في المية وما يفضلش غير انه يتفرج ويصور بالكاميرا الجديدة. وقتها يقول دلوقتي جه دور قرش الثور، وهو واحد من أشرس أنواع القروش. وفي اللحظة دي يبان ان ميلو خلاص هيموت، لكن زارا تقول له بهدوء ما تتحركش وما تعملش أي دوشة في المية. وفعلا الخطة تنجح، القروش تبعد وتسيب الفريسة.
القبطان يتفاجئ جدا من اللي حصل، فيرجع ميلو لفوق، لكن فجأة يطعنه بالسكينة ويرجعه تاني في المية. ودلوقتي بعد ما فقد دم كتير جدا ما بقاش في حاجة تمنعه القروش انها تاكله، لكن فجأة تظهر هليكوبتر في السماء. تاكر يخاف لا يتكشف أمره، فيسحب الضحايا ويرجعهم للأوضة. وفي الوقت ده ميلو يبدأ يخسر دم كتير جدا، وزارة تحاول تفك الكلبشات بأي طريقة لكن ما تقدرش، وفي لحظة يأس تضطر تكسر صباعها علشان تطلع ايديها من الكلبش، لكن حتى بعد كده ما تقدرش تفكه. وفي اللحظة دي القبطان يدخل الأوضة ويقول لها إنه منبهر بعزيمتها في إنها تعيش، لكن في نفس الوقت يسخر منها ويقول إنهم عمرهم ما هيكونوا مع بعض، لأن زارة زي سمكة القرش، وحيدة وقاسية بسبب اللي شافت في حياتها. الكلام ده يأثر فيها جدا، وأول ما يخرج من الأوضة تكمل خطتها للهروب، وبعد معاناة كبيرة تقدر أخيرا تفك إيديها. وفي اليوم اللي القبطان ناوي يصور فيه زارة يروح علشان يجيب ضحاياه، لكن يتفاجئ إن جرح ميلو حد عالجه، وكمان يلاقي سرير زارة مليان دم. وأول ما يشيل الغطا ما يلاقيهاش، لأن زارة تكون مستخبية ورا الباب، وفجأة تقفل عليه الأوضة وتجري بسرعة، وبعدها تروح لأوضة التحكم وتحاول تسرع المركب ناحية الشط، لكن تاكر يكون معاه مفتاح في جيبه ويبدأ يفك المسامير من الباب علشان يهرب. وبعد شوية يروح لأوضة الموتور ويفصل الكهرباء عن المركب كلها. زارة تتصدم من اللي حصل وتبدأ تدور على أي حاجة تدافع بيها عن نفسها، فتلاقي صندوق فيه فلير، وفي نفس اللحظة القبطان يهجم عليها، لكنها تضربه بواحدة من الفلير وتجري بسرعة، وبعدها تدخل المطبخ وتحاول تهرب من الممر اللي في السقف، لكن تاكر يمسكها ويسحبها لتحت ويبدأ يهاجمها بالسكينة، لكن زارة تدافع عن نفسها وتضربه بالطاسة في وشه، وبعدها تقفز في البحر وتعوم بسرعة ناحية الشط، لكن تاكر ما يستسلمش فيركب الفلوكة ويجري وراها. وأول ما يوصلوا للشط زارة تصرخ وتطلب المساعدة، لكن القبطان يمسكها ويخليها تفقد الوعي ويرجع ياخدها معاه للمركب ويربطها بالحبل وينزلها في البحر. وفي اللحظة دي يظهر قرش أبيض ضخم، وتاكر يكون دايما نفسه يشوف قرش بالشكل ده، فيقرب الكاميرا علشان يصور، لكن فجأة تظهر قروش تانية صغيرة وتبدأ تبوظ عليه العرض، فيحاول يخوفهم بالخطاف، لكن الخطاف يقع منه في البحر، وزارة تستغل الفرصة وتاخد الخطاف، لكن الحبل يرتخي وتقع في المية، وفي وسط الضلمة تشوف القرش الأبيض الضخم جاي عليها، لكنها تفضل هادية وما تعملش أي حركة مفاجأة. وفعلا الخطة تنجح، القروش تبعد وتسيب الفريسة، وبعدها تطلع على المركب في هدوء وتلاقي سلاح واقع على الأرض، فتقرب من القبطان بهدوء وتنشن عليه، وأول ما يلف تضربه بالسلاح فورا. تاكر يقع في البحر ويحاول يعوم للمركب، لكن القرش الأبيض يشم ريحة الدم ويهجم عليه وياكله، لكن المشكلة إن السلاح مربوط بحبل، والحبل في إيد زارة، ولما القرش يبدأ يبعد يسحب الحبل وراه، وزارة تقع هي كمان في المية، وميلو يصرر وهو خايف عليها، لكن لحسن الحظ زارة تفك الحبل من رجليها وتعوم لحد ما ترجع للمركب. وبعد ما الكابوس ده يخلص زارة تشوف يخت معدي جنبهم، فتولع الفلير علشان تلفت انتباه الناس اللي عليه، وتقف فوق المركب وهي بتشاور بالفلير وتصرخ، وقبطان اليخت يسمع الصفارة ويقول لها ان المساعدة جاية، لكن قبل ما يوصلوا زارة تلاقي ميلو فاقد الوعي لانه خسر دم كتير جدا، فتحاول تفوقه وتقول له ان بسببه هي اخيرا لقت سبب يخليها ما تعيش لوحدها. وفي اللحظة دي ميلو يفتح عينه ويقول لها انه كان عارف ده. وبكده تنتهي قصة الفيلم بعد رحلة مليانة رعب وصراع مع أخطر مفترس في البحر. ولو القصة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، واكتبوا لنا في التعليقات تحبوا الملخص الجاي يكون لأي فيلم. نشوفكم في ملخص جديد قريب. سلام يا أبطال.